لما بندور على حاجة مش بنلاقيها، ولو مش محتاجينها تبقى تظهر في وشك زي الوحش في فيلم رعب. يا جماعة، تخيلوا الدولاب ده ساعة كاملة بتغوص فيه زي مغامر في غابة أمازون، وفجأة فردة شراب واحدة بس مختفية تماما، كأن الأرض انشقت وبلعتها وهي بتضحك عليك. وانت يا بطل تيأس وتصرخ: يا ست الحبايب، يا قمر، أنا مش لاقي فردة الشراب بتاعتي في الدولاب، ما تعرفيش راحت فين؟ هنا يجي الجزء الأسطوري. تقولك بكل هدوء: طب لو جيت أجيبها لك؟ وانت عرقك يسيل زي شلال نياجرا، جسمك يرتعش، عارف تماما إنها هتطلعها في ثواني. تدخل الأوضة زي محققة FBI، تدب إيديها في الدولاب، وبوم، تخرج بفردة الشراب كأنه هاري بوتر بيطلع أرنب من الطاقية. سحر! أهلا وسهلا بيكم في عالم الغرائب. أنا أشرف إبراهيم اللي بيحارب الأشياء المختفية يوميا. بس قبل ما نغوص في الجنون ده، لو جديد هنا اضغط سبسكرايب وفعل الجرس علشان الفيديوهات توصلك قبل ما تختفي هي كمان. القصة دي مش قصتي بس يا جدعان، دي مصيبة عالمية بتحصل معانا كلنا، مش مع الشراب بس، لأ، مع المفاتيح اللي بتختفي قبل ما تخرج، مع الريموت اللي بيهرب لما الماتش هيبدأ، مع النضارة اللي تبقى تحت أنفك وانت مش شايفها. الحاجة دي قدام عينيك ثانية وفجأة بوف تختفي زي شبح في ليلة هالوين. يا ربي، كانت هنا دلوقتي راحت فين؟ وانت بتدور زي مجنون تقلب الدنيا رأسا على عقب، بس اللحظة اللي تبطل تدور فيها وتقول خلاص مش فالق وتروح تشرب شاي، هوب، الحاجة تطلع لوحدها تضحك عليك من الرف كأنها تقول كنت هنا طول الوقت يا أعمى. الموضوع ده مش هزار يا ناس، ده هيجنن ملايين. تحول لظاهرة رسمية اسمها اختفاء الأشياء أو disappearing objects، زي فيلم خيال علمي. لو دخلت النت هتلاقي قصص هتخليك تشك في عقلك. واحدة فقدت خاتمها لأسابيع لقيته في جيبها، تاني بيقول إن التلاجة بتاكل الجبنة، وعلشان كده ظهرت تفسيرات غريبة قوي. هتقول إيه؟ أول واحدة: خلل في الماتريكس، يعني العالم ده محاكاة كمبيوتر زي لعبة فيديو قديمة، فجأة السيستم يعلق، بوف، الحاجة تختفي، ولما البرنامج يتصلح ترجع زي ما فيش حاجة. السيستم واقع يا أستاذ. تاني تفسير: أبعاد موازية، الحاجات بتتزحلق لعالم تاني زي باب فيلم انترستيلر، وبعدين ترجع لما تشبع من السياحة هناك. بس خلينا نرجع للأرض يا جماعة، بعيد عن الخيال والفانتازيا، في تفسيرات علمية حقيقية هتضحك وتتعلم في نفس الوقت. السبب رقم 1: دماغك الخائن، الذاكرة والتركيز. تخيل قاعد على المكتب ماسك القلم زي السيف، بتحل واجب كلية هيغرقك لو ما سلمتهوش. تكتب تكتب تخلص، تشيل الورقة تدخلها في الفايل، تحطها في الشنطة، تمام تمام، بس فجأة نسيت اسمي. ترجع للقلم، هوب، اختفى. تقلب المكتب، الكتب تحت الطاولة، مفيش. ايه اللي حصل؟ سر بسيط: تركيزك كان 100% على الورقة، زي الليزر، مش مركز على القلم اللي في ايدك حتى لو كنت ماسكه. فانت بدون ما تحس رميتها عشوائي في الدرج، على السرير، في شنطة الجيب. دماغك ما سجلش اللحظة دي، لأن الجزء اللي بيحرك الروتين زي رمي القلم مفصول عن الجزء اللي بيفكر الواعي. نتيجة: انت فاكر انه على المكتب بس هو في مكان تاني تماما. هتتجنن، وده بيحصل معانا كلنا يا جدعان، مواقف زي دي كتير زي النجوم في السماء. السبب رقم 2: عيونك اللي بتخدعك، التشويش البصري. دلوقتي قصة حقيقية هتخليك تضحك وتبكي. بنت كان عندها غطا ازازة مية عزيز قوي، ضاع. دورت أيام، قلبت الشقة زي إعصار، مفيش. ولما استسلمت لقيته في درج مفتوح كل يوم، بس كانت بتفتحه يوميا ومش شايفاه. ليه؟ علشان تأثير الانتقاء البصري أو الفيجوال سلاك زي ما العلماء بيسموه. مش هتفتكر الاسم بس هو جامد. دماغك بيختار ايه اللي تشوفه زي فلتر أنستا، أحيانا بيعتمد على التوقع مش اللي قدام عينيك. فأنت بتشوف الغطا بس دماغك يقول لا، ده مش هو، أكيد مش موجود، علشان يريح نفسه.
ولو مضغوط أو متوتر العقل يتشتت أكتر. تبحث بسرعة، عيونك تعدي عليها ومش هتشوفها. التوتر، القلق، السرعة، كلهم أعداء التركيز. باختصار، البحث اللين بيخليك أعمى يا بطل. طيب، ليه بترجع فجأة لما تبطل تدور؟ هنا الجمال. لما بتستسلم التوتر يروح، دماغك يرتاح زي بعد سبا، ينفتح ويلاحظ التفاصيل الصغيرة اللي كانت مخفية. زي ست الحبايب، هي مش مستعجلة، مش متوترة، فتشوف الشراب في ثواني. وكمان انت حطيتها في مكان غريب، بس الحياة اليومية بتكشفها بدون قصد. هوب، القلم على المخدة يبتسم لك. حية الذهبية من خبراء النفس علشان تخلص من الجنون ده. أخيراً، النجاح. مارين دينز، دكتورة الطب النفسي في جامعة كنتاكي، بتقول: لما تحط حاجة وما تلاقيهاش، كلم نفسك بصوت عالي زي الراديو: أنا حطيت الموبايل على الرخامة يا أشلف، المفاتيح على السرير. هيحول اللي في اللاوعي للوعي زي سحر. ودانيال شاكتر، صاحب كتاب الخطايا السبعة للذاكرة، عنوان يخوف بس جامد، يقول: البشر أصلا بيرموا الحاجات عشوائي، علشان كده حدد أماكن ثابتة. مفاتيح على الهوك جنب الباب، مش هتضيع تاني. نضارة في الدرج اليمين، ريموت جنب التلفزيون. لو عملت كده الحياة هتبقى أسهل، ومش هتدور ساعة على الحاجة. كده أنا وصلت لنهاية الموضوع يا أبطال. مين وصل للآخر؟ انتوا الأجدع. اضغطوا اللايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كام واحد نجا من الديسابيرينج. ولو في سؤال محيرك زي فين مفاتيحي، اكتب في الكومنتات، هنجاوب ونضحك معاك. سلام، وخلي عينك على الدولاب، مش هيأكلك.